السلام عليكم حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وبصحه دايما يا رب. النهارده بقى ان شاء الله كده هنعمل فيديو قوي جدا مع بعض. بس في البدايه حابه اقولك لو انتي اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وعايزين كده في البدايه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وعايزين بقى كده ندخل في الروتين بتاع النهارده او التنظيفات بتاعت النهارده بقلب جامد بقى كده، علشان هنعمل ان شاء الله كده الشقه كلها في نفس الفيديو النهارده مع بعض. يعني هندخل كده اول حاجه كده على الريسبشن نشطبه كده ونخلص كل حاجه فيه ونفرشه مع بعض، وكمان هندخل بقى على الغرف ونخلص يعني ان شاء الله كده كل الشقه النهارده في الفيديو مع بعض. فلو انت كده بتعملي حاجه وراكي خلصيها، ولو وراكي صلاه قومي صليها واعملي بقى كده مشروبك المفضل، ويلا كده على طول بينا نبتدي الفيديو. بصوا بقى كده في البداية قمت كده من النوم لقيت الجو اللهم بارك اللهم بارك تحفة، يعني كده حاجة كده تفرح. انا مبسوطة قوي ان يعني نسيم الشتاء كده بدأ يهل علينا، وحاسة كده بأجواء شتوية، وانا في الأجواء دي بحس بنشاط كده وطاقة إيجابية. فقلت بصراحة كده لنفسي يعني الجو كده مساعدني على ان انا يعني ابتدي كده ايه شغل بحماس. فتوكلت كده على الله ودخلت كده اول حاجة على الريسبشن زي ما انتم شايفين كده. شلت كل الكراسي بتاعت السفرة اللي كانت حوالين السفرة اللي انتوا شفتوها دي، فشلتها كلها كده علشان اعرف اشتغل كده حوالين السفرة براحتي وانضف السجاد براحتي. في البداية نفضت كل الركنة، نفضتها كويس، ونفضت كمان الكراسي بتاعت السفرة. يمكن لو تلاحظوا كده في بداية الفيديو انا كنت خلاص اوريدي بدأت ان انا اشتغل، بس في كده شوية حاجات حبة حاجات يعني محترمين عملتهم مع نفسي علشان الفيديو طويل، فما كنتش صراحة حابة ان هو يطول اكتر من كده، فكنت بحاول ان انا كمان اختصر على قد ما اقدر، لكن مش قوي يعني. الفيديو ان شاء الله هيعجبكم. المهم نفضت كده الركنه كلها، وبعد كده شلت الكراسي زي ما انتم شفتوا، وبعد كده نضفت ترابيزه السفره مسحتها كده كويس، وبعد كده نزلت على طول على الارضيات، شغلت المكنسه وهبتدي كده ان انا اعمل السجاد وهعمل كمان السيراميك. يعني الريسبشن ده كله كده هاخده من اوله لاخره بالمكنسه، هنضفه كويس جدا. بصراحة انا كنت حابة ان انا اعمل الفيديو ده معاكم بقالي فترة من ساعة كده ما خلصت التنظيفات العميقة اللي كنا عاملينها مع بعض في الشقة كلها. كنت حابة ان انا اعمل كده تنظيفة للشقة كلها علشان نحافظ على اللي احنا عملناه. ففي اماكن في الشقة محتاجة ان هي تتنضف او تتمسح تاني، هنمسحها النهاردة ان شاء الله في الفيديو مع بعض. وفي اماكن تانية انا برضو ايدي فيها على طول، وايدي اصلا في الشقة على طول عموما، يعني لان انا بصراحة بخاف على التعب اللي انا بتعبه ان هو يروح حاضر، فما بحبش ابدا ابهدل اللي انا تعبت فيه. فزي ما قلت لكم كده احنا كنا عاملين اصلا تنظيفات عميقه مع بعض، يعني بقالها كده حبه حلوين، لان انا برضو محافظه على الشقه، لكن في اماكن في الشقه محتاجه صراحه ان هي تتمسح، فهنمسحها النهارده مع بعض. والاماكن اللي هي مش محتاجه تتمسح هننضفها برضو تنظيف محترم جدا، علشان انا عايزه يعني بقدر الامكان ان انا احافظ على نظافه الشقه، علشان طبعا خلاص احنا دخلنا خلاص في المدارس هنا. بس هقول لكم الاول انا بعمل ايه. جبت كده الموب القمر بتاعي ده وحطيت فيه شويه ملح كده زي ما انتم شايفين محترمين، علشان الملح طبعا بيسحب اي طاقه سلبيه موجوده في المكان، فحطيت كده شويه ملح محترمين. وبعد كده نزلت شويه بريكس كده صغيرين زي ما انتم شايفين، وكمان حطيت بقى حبه من الزيوت العطريه علشان حابه كده ان انا اعمل اجواء جميله تكون كده، يعني اجواء فيها نظافه وكمان فيها ريحه حلوه وتعقيم. فحطيت زي ما انتم شفتوا في الاول الملح، وبعد كده حطيت البريكس، وكمان حطينا كده شويه من الزيوت العطريه. وهخرج بقى كده على الريسبشن بعد ما عملت السجاد والسيراميك كده زي ما شفتوا بالمكنسه. هنبتدي بقى كده ان احنا نمسح كل الاماكن اللي فيها سيراميك عريان، يعني ما عليهوش كده سجاد. هنلمع كده كل الارضيات وهنخلي كده الريسبشن زي الفل. عامله كده شويه تغيرات بسيطه جدا، يعني شلت كده شجر من مكان حطيته في مكان تاني، برضو هاخد رايكم النهارده في الفيديو. يعني حاجه كده بسيطه بس حسيتني بتغيير. بالنسبه للممسحه دي، الممسحه دي اصلا كانت موجوده عندي، وانا قلت بما اني مش هغرق او هجر بقى ميه بالمساحه والكلام ده يعني في الريسبشن، فانا هشتغل بيها لان هي صراحه مريحه جدا جدا، وانا كنت ناسياها، يعني انا حرفيا كنت ناسياها. الممسحه دي انا كنت مخصصاها للحمامات عندي، لكن يعني اكتشفت ان انا يعني بدل ما انشف الارض بالممسحه دي او بالممسحه التانية، ان انا اجر بالمساحه على طول. المساحه حرفيا ما بتسيبش ولا نقطه ميه في السيراميك في الحمامات، فانا ما بقتش استخدمها خالص. المهم خدت كده الاسبونشه بتاعتها وحطيتها في الغساله اوتوماتيك، غسلتها كويس، وقلت هرجع كده تاني على طول بيها اشتغل على
يعني امسح بيها كده في السيراميك في الشقه هتكون مريحه بالنسبه لي اكتر من الشرشوبه. يعني الشرشوبه بصراحه على قد ما هي بتنضف وبتسحب كميه ميه كبيره، لكن تقيله كده شويه في ايديا. لكن دي بما اني مش هغرق زي ما قلت لكم ميه، فحبيت كده ان انا انضف فيها السيراميك كده على السريع والمعه كده تلميعه تكون يعني برضو محترمه، واحس كده ان هي يعني رادتني كده ونورت، يعني نظفت كده السيراميك والدنيا كده نورت معايا. المهم بعد كده ما عملت السيراميك زي ما انتم شفتوا كده بالمساحه القمر دي، وعايزه اقول لكم هي حلوه جدا جدا وخفيفه جدا جدا جدا. كنت مشتريها تقريبا حوالي ب 115 125 حاجه يعني في الحدود دي، مش فاكره صراحه هي كانت بكام بالظبط، بس هي يعني يعني حاجه كده في الرينج ده. المهم هنا كده مكان الشجره غيرتها، كنت حاطه هنا في الاول الشجره اللي هي طويله كده لو تفتكروا، فشلتها حطيتها ناحيه السفره، وحطيت الشجره دي كده ناحيه باب البلكونه زي ما انتم شفتوا كده. وبعد كده رجعت بقى الكوشنات مكانها، وهنا دي بالنسبه للي هي الكنبه المتطرفه كده شويه اللي هي جنب الركن، شلت الدفايه اللي كانت موجوده عليها علشان هغسلها، وسبتها بقى هي كده بالكوشنات اللي عليها برضو شكلها حلو قوي. والشجره دي برضو ما كانتش موجوده هنا، كانت موجوده برضو جنب السفره، فشلتها وحطيتها كده هنا في المكان ده. يعني برضو حسيت ان هي يعني مديه شكل مختلف، بما اني على طول طبعا قاعده في الشقه ال 24 ساعه، فحفظت شكلها. فلما بعمل في الشقه اي تغيير كده بسيط بجد بيفرق جدا جدا معايا. المهم هنا بقى هبتدي ان انا ارجع كراسي السفره تاني مكانها. بالنسبة للسيف مدرسته يعني النهاردة انا بكلمكم على الفيديو ده يوم الحد، فسيف نزل مدرسته النهاردة. لكن محمد طبعا هو محمد في 6 ابتدائي، في مدرسته لسه يوم الاربعاء. فقلت فرصة جات لي كده من عند ربنا ان انا يعني اشطب الشقة كلها قبل. يعني انا بالنسبة لي محمد بياخد مني وقت ومجهود في مدرسته ومذاكرته اكتر من سيف بكتير جدا جدا جدا، فان هو هيستنى لسه كام يوم وبعد كده هيروح المدرسة. فدي بالنسبة لي يعني كانت فرصة ان انا اعمل كده فيها الشقة كلها في يوم واحد يعني، وانجزها كده بسرعة، وبعد كده افوق بقى للي جاي. طيب تعالوا بقى كده شوفوا لي منظر الريسبشن بعد الحمد لله رب العالمين كده ما خلصناه كله. ده كده مكان الشجرة اللي انا حطيتها فيه اللي هي الكبيرة، حطيتها كده يعني في الجنب كده ناحية الدخلة بتاعة الطرقة وناحية السفرة كده زي ما انتم شايفين. رتبنا كده كل حاجة ونظمنا كل حاجة، طبعا الشاشة والمكتبة والترابيزة لمعتهم برضو، بس زي ما قلت لكم علشان هنعمل حاجات كتير جدا النهارده في الفيديو، فما حبيتش ان انا يعني اطول معاكم اكتر من كده. طيب تعالوا بقى كده نلم اشياءنا الامارات المكنسه اللي ما بقدرش استغنى عنها المكسوره يعني اللي محتاجه عمليه دي. نلم كده حاجتنا وندخل بقى كده على طول على غرفه الاطفال. بعد ان شاء الله كده ما نخلص مع بعض برضو غرفه الاطفال ندخل برضو على غرفه النوم ونشوف كده هنعمل ايه النهارده مع بعض. دخلت كده على اوضه الاطفال زي ما انتم شايفين كده. الاوضه دي احنا كنا لسه عاملينها مع بعض من حوالي 3-4 ايام، فحبيت كده انا اشيل يعني، حسيت بقى خلاص كده ان الملايات حلوه قوي كده عليها 3-4 ايام، فشلتهم وقلت افرش الملايات الصفرا دي. بالنسبه بقى للملايات اللي هي مؤستك دي قولوا لي بتطبقوها ازاي؟ يعني انا الملايه دي عندي عامله لي عقده، دي تقريبا الملايه الوحيده اللي هي موجوده عندي باستك كده في غرفه الاطفال. ف يعني ما بعرفش ابدا ابدا ان انا اطبقها تطبيقه سويه تخليها كده ملايه محترمه، ولما اجي افرشها تبقى مكويه او شكلها مكوي. لا دايما كده تبقى بالمنظر ده وتبقى مكرمشه، مع اني بحب جدا جدا افرشهم. كمان ماما هي اللي كانت جايباهم لي، ربنا يا رب يخليها لي ويديها الصحه يا رب ويبارك لي يا رب كده في عمرها. فالملايه دي اصلا غاليه كده على قلبي، وبحب زي ما بقول كده ان انا افرشها، فبتضايق جدا لما بلاقيها مكرمشه، ولما باجي اصلا اطبقها ما بكونش عارفه ان انا اطبقها زي ما قلت كده تطبيقه يعني تكون زي الملايات الطبيعيه، يعني لازم تتكرمش في التطبيقه. المهم فرشتهم كده وشلت بقى الدفايات اللي كانت موجوده قبل كده، قلت يعني برضو من باب التغيير. وكمان التكييف ما بقى يعني الولاد ما بقوش يناموا عليه قوي زي الاول، لان زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك الجو بقى حلو جدا، فما بقوش برضو يشغلوه كتير زي الاول. فقلت كده احط الدفايات الخفيفه اللي هي لونها فوشيا دي او بينك، حاسه كده ان هي عامله يعني روح حلو قوي كده في الاوضه ومديه بهجه كده. يعني عايزين بقى نفرحهم علشان انا حاسه ان هم يعني ايه مخضوضين كده من دخله المدارس، فقلت كده افرش لهم حاجه تنعنشهم شويه. طيب هنا بقى كده بالنسبه للاوضه دي صراحه حبيت ان انا امسحها، يعني مسحه كده برضو تكون في اللذيذ، بس برضو تكون مسحه محترمه، لان كان سيف ابني وقع عليها كده ايس كريم، والله مش فاكره كان سيف ولا محمد، المهم يعني كان في حد فيهم وقع على الارض ايس كريم كده، هتشوفوا كده وانا بمسح كده معاكم.
والميه دي برضو حطيت فيها نفس الحاجات اللي انا حطيتها وانا بمسح كده في الريسبشن. يعني ممكن حد يقول ان انا ميه الريسبشن اصلا ما لحقتش ان هي تتبهدل، انا كنت عامله البلكونه، يعني انا عملت البلكونه برضو وفرجتكم كده عليها في الاول، لكن انا ما صورتهاش برضو معاكم علشان برضو الفيديو يعني ما يطولش اكتر من كده. شفتوا انتوا كده كان فيه زي حاجه كده محمره شويه على السيراميك، هو ده الايس كريم بتاع الحلوين لما كانوا بياكلوا وقعولي على السيراميك. فقلت كمان بما اننا بنقعد هنا في الاوضه دي كتير، يعني علشان برضه انا قلت الموضوع ده قبل كده مليون مره، ان احنا هنا قلبنا الكمبيوتر لتلفزيون، ومعظم وقتنا بنبقى قاعدين هنا في الاوضه، فالاوضه طبعا بتتبهدل باستمرار، مع اني برضه يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا احافظ عليها واخليها دايما كده مرتبه ومهندمه، بس طبعا بتعب جدا في الاوضه دي بالذات. فقلت لا يعني خلاص بقى ما بدهاش، هشيل بقى السجاد من الارضيات وهبتدي كده ان انا امسح كده الاوضه كلها علشان احس كده ان انا بجد يعني عملتها عمله تستاهلها. بالنسبه للريسبشن ما شلتش ليه السجاد وما مسحتوش ليه، الريسبشن ما كانش مستاهل ابدا ان هو يعني ان انا اشيل منه السجاد وامسحه بقى وادلق ميه وكده، اصلا يعني كنا لسه عاملين مع بعض تنظيفات عميقه كده زي ما انتم كنتوا شايفين، وبرضو انا كده يعني يوم والتاني او يوم يعني ورا التاني بعمل على طول كده بالمكنسه، وبعمل كده اللي انتوا شفتوه ده في الفيديو بالظبط في الريسبشن باستمرار، علشان عندي البلكونه بتدخل كميه تراب رهيبه في الريسبشن، فعلى طول بحب كده ان انا اعمل بالمكنسه ولمع كده اماكن السيراميك العريانه كلها. لكن هنا بصراحه في الاوضه كانت يعني فعلا حقيقي محتاجه ان هي السجاد يتشال والسيراميك يتمسح. تعالوا بقى كده شوفوا الاوضه بعد ما خلصت. طبعا المكتبه دي شلت كل الحاجات اللي كانت فيها ولمعتها ورجعت كده كل حاجه تاني مكانها. بالنسبه للستاره هنا كنت قافلاها عشان قدامنا الجيران كانوا فاتحين، فكنت مكشوفه كده وانا شغاله في الاوضه فقفلتها، لكن زي ما انتم شايفين كده الجو اللهم بارك تحفه، الهواء كان جميل في الاوضه، ريحه النظافه مع ريحه الزيوت العطريه اللي انا حطاها في ميه المسح، عايزه اقول لكم موديه كده الاحساس في حته تانية خالص وراحه نفسيه في حته تانية خالص. برضو كده خلاص الحمد لله رب العالمين خلصنا غرفة الأطفال دي على خير. برضو نلملم بقى كده أشيائنا كلها ونروح بقى كده على طول مع بعض على غرفة النوم. يعني زي ما انتم شايفين كده ما يعلم بيها الا ربنا، لكن احنا دلوقتي هنخليها مع بعض ان شاء الله كده زي الفل. عايزه اقول لكم ان انا يعني محتاجه ان انا اجيب شويه حاجات، عارفه والله العظيم في ناس كتير كتبت لي المعلومه دي وانا كمان عارفاها، محتاجه ان انا اشتري شويه ديكورات كده في الشقه واغير الطابلوهات اللي فوق السرير دي، واجيب كمان طابلوهات بره في الريسبشن كده نغير المنظر شويه، واجيب شويه كوشنات جديده، لان انا برضو بصراحه يعني خلاص يعني بدات ان انا احس بملل وعايزه ان انا اغير شويه حاجات كده يعني في دماغي في الشقه، حبه حاجات كده حلوين. واصلا زي ما قلت كده برضو في الفيديو اللي فات في شويه حاجات ان شاء الله كده هنعملها حلوه جدا هتغير يعني الشكل العام للشقه، هتوديه في حته تانية هتخليه كده شكله احلى. المهم نرجع بقى كده لمرجعنا ونرجع كمان نشوف كده هنعمل ايه في اوضه النوم مع بعض. هنا الملايه دي يعني كنت فرشاها برضو بقالها تقريبا حوالي مثلا يومين 3 برضو كده على السرير، فقلت برضو اغيرها كده بالمره ونفرش كده مع بعض ملايه برضو نظيفه كده ومبهجه. عندي انا الملايه البيضه دي لو تفتكروا في اول فرش كده الاوضه كنت فرشاها، لا يا ربي تصدقوا افتكرت لا كنت فرشه واحده تانية غير دي. المهم يعني دي انا بحب جدا جدا ان انا افرشها عشان لونها ابيض، ولما بفرشها بحس كده ان هي ودت الاوضه في حته تانية خالص، يعني خليتها كده شبه الاوض الفندقيه. المهم برضو نفس المشكله، انا عندي الملايه دي فيها كده زي ضربيات او كسر كده من الجنب، فيعني لما باجي برضو اطبقها برضو نفس المشكله بتكرمش جدا معايا، الكسر اللي في الجنب دي بتكرمش جدا، فيمكن بالسبب ده يعني بفرشها قليل. حد ممكن يقول لي بقى يعني يطلع لي كده في التعليق يقول لي طب يا ستي ما تكوي الملايات انت انت هتوجعي دماغنا ليه، ما تكوي الملايات وانت بتفرشيها. احب اقول لك ان انا المكوه بتاعتي بايظه، ومعظم يعني الحاجات اللي احنا بنكويها اساسا بره، فقلت بصراحه مش مشكله انا هفرشها وهطلع كمان الكوفرته دي. عايزه اقول لكم الكوفرته دي عندي بقالها فتره طويله من الزمن، يعني عندي بقالها عمر ما بفرشهاش كتير، يمكن علشان خاطر هي بحس كان هي ناشفه او واقفه كده شويه يعني مش طريه كده لو الواحد نايم عليها، وانا اصلا الملمس ده بصراحه ما بحبوش. المهم هنا هاخد كده الزرعتين دول هوديهم على الحمام، في واحده هنا على الكومود ده وعلى الكومود التاني، فهاخدهم كده على الحمام علشان محتاجين ان هم يتغسلوا برضو كده علشان يزهزهوا، وبعد كده لما اخلص بقى الاوضه هبقى ارجعهم تاني في اماكنهم. المهم بقى شلت كده الكسترات اللي كانت موجوده على الكومود دي، وهبتدي كده ان انا المعهم، كمان لمعت الاباجورات وبعد كده هرجعهم تاني مكانهم.
طلعت حلوه والله الكوسترات دي، والله العظيم ما ندمتش ان انا جبتها. حسيت فعلا ان هي شكلها يعني بعد ما فرشتها حسيت كده ان هي شكلها شيك قوي ورقيقه خالص خالص كده، يعني يمكن كمان مديه شيكه اكتر من المفارش الفرو. يعني انا كنت الاول حاطه مفارش الفرو زي ما انتوا عارفين، يعني اول اللي متابعني عارف، فشلتها كده في دخلة الصيف او في الصيف يعني مش في دخلة الصيف، وحطيت الكوسترات الجلد دي وبجد شكلها فرق قوي قوي قوي. هنا كنت بقول لكم ان انا عندي هنا المكان بتاع الشنط كله بقى يعني متدمر. عايزه بصراحه ان انا اشيل كل الشنط دي، والرف بتاع المرايات محتاج برضو ان هو يتظبط. بس يعني بصراحه كده الدريسنج كله اصلا محتاج ان هو يعني يتفور كده ويتظبط. بس خلاص احنا داخلين على الشتاء كده كده، هنشيل الصيفي ونطلع الشتوي وهندخل كده على المعمعه بتاعت يعني تغيير الفصول دي. فكده كده اصلا الدريسنج انا هعمله بس سايباه لوقته. لكن الرفين بتاع الشنط هو يعني بجد اللي انا محتاجه جدا ان انا اعملهم اليومين دول. عايزه كده اتخلص من كل الشنط اللي انا ما بستعملهاش، اشيلها كلها من هنا واسيب بس الشنط اللي انا بستعملها، واوفر كده في المساحه شويه، علشان انتوا عارفين كمان الحاجات الشتوي لما نبتدي نطلعها بتاخد مساحه اكبر بكتير من اللبس الصيفي. المهم دخلت كده على التسريحه، فضيتها كلها، شلت كل الحاجات اللي موجوده عليها، وبعد كده ان انا المعها تلميعه كده محترمه، وهلمع كمان كل الحاجات اللي كانت موجوده عليها وهرجعها تاني هرصها عليها. انا برضو محتاجه يعني ان انا اغير الديكور بتاع التسريحه ده، خلاص مليته صراحه. عايزه اشيل الكتاب الاسود ده واشيل كده كل الحاجات السوداء. حابه كده اعمل الديكور في غرفه النوم يدي على بينك شويه. فيعني ان شاء الله كده يعني الفتره اللي جايه نعمل كده تغييرات حلوه قوي مع بعض، ونعمل كده فيديوهات حلوه قوي كده مع بعض، نجدد كده الحاجات اللي عينينا بتشوفها، وكمان نجدد النفسيه. طيب خلصنا بقى كده السرير، لمعنا الكومودينوهات ولمعنا التابلو ولمعنا كده التسريحه، والمكتبه كمان اللي جنب التسريحه دي انا كنت عاملاها صراحه بقالها يعني مثلا يومين او حاجه فما عملتهاش معاكم. وبعدين خدت بقى كده المكنسه اللي ما اقدرش استغنى عنها دي. ابص رجليكي كملي كده معايا المسيره للاخر لحد ما اشتري واحده جديده، علشان انتي بداتي تدلعي معايا. انا عارفه ان انتي استحملتيني كتير، بس معلش تعالي كده على نفسك شويه كمان لحد ما اجيب واحده جديده. المهم نزلت بقى كده على السجاد. بدأت كده ان انا اعمل فيه بالمكنسة، وكمان هنعمل كده السيراميك اول حتة العريانة. على فكرة انا لما بشيل كمان السجاد بعمل السيراميك كله كمان مرة بالمكنسة، علشان ما يكونش فيه اي تراب ولا اي حاجة، فيعمل كده زي وبر وانا بمسح. علشان انتوا عارفين طبعا الممسحه اللي انا شغاله بيها دي لو في اي تراب على الارض هتعمل كده تكتلات من التراب، فمش هتريحني ابدا في المسح. فلازم السيراميك يكون نظيف كويس جدا، يا اما عاملاه بالمكنسه او مثلا كان سايب المقشه، علشان امسح كده على نظافه، ويعني انضف ما بهدلش، فاهميني طبعا. فانا بعد ما شلت السجاد زي برضو ما عملت كده في غرفه الاطفال، بعد ما شلت السجاد عملت برضو السيراميك كله بالمكنسه. بس يمكن الحاجات دي ما بصورهاش معاكم، علشان زي ما قلت لكم كده نحاول ان احنا نختصر ويعني ما نطولش قوي في الفيديو. يعني انا عامله معاكم في الفيديو الشقه كلها خدت مني على فكره يوم كامل. لو تفتكروا كده احنا كنا شغالين مع بعض كده والنهار طالع، يمكن كان يعني قبل المغرب كده بشويه كنت بادئه الشغل، خلصت كده بالليل خالص يعني خالص مالص فيعني الحمد لله رب العالمين. حاسه دلوقتي كده بعد ما خلصت الشقه براحه نفسيه، وحاسه كده ان انا يعني مقبله كده على المدارس مرتاحه يعني الحمد لله رب العالمين. المهم زي ما شفتوا كده بقى شلت السجاد بعد طبعا ما عملته بالمكنسه، وعملت كمان السيراميك، وهبتدي كده ان انا امسح السيراميك كله بالموب القمرايه الجميله دي، خفيفه جدا جدا كده في الايد ولذيذه، فهتقضي كده معايا الغرض ان شاء الله يعني لحد ما اشتري ان شاء الله كده موب جديد.
عايزه اقول لكم هنا الجزء البني الصغنون اللي في السيراميك ده كان كسر في السيراميك نفسه، كان واقع من ايدي عليه شاكوش، فالجزئيه دي كده اتكسرت. المهم يعني ما علينا. هنا بقى حطيت الزهريه دي، اصلا هي كانت موجوده هنا، يعني هي دي كانت موجوده هنا اساسا، كانت موجوده في الريسبشن فانا دخلتها كده هنا في المكان ده. والشجره دي برضو كانت موجوده في الريسبشن، وكنت حاسه ان الشجر اللي في الريسبشن عامل يعني زحمه كده حلوه، فجبت دي كده حطيتها جنب التسريحه في المكان ده كان فاضي خالص. والشنطه دي كده بس انا يعني سايباها كده مؤقتا لحد ما احمد يبقى يرفع لي المرتبه بتاعت اوضه النوم وانزلها تحت السرير. هنا بقى دخلت كده على الحمام علشان اغسل الزهريتين الصغنونين دول او الزرعتين الصغيرين دول، واطلعهم بقى كده تاني على الكومودينو، ويكون كده يعني زهزهوا كده ونوروا، علشان كانوا صراحة يعني مليانين تراب. لا هتشوفوا كده الفرق بعد ما اغسلهم كده وارجعهم تاني على اماكنهم. هبتدي كمان انسق بقى كده الستاره كده. يعني انا حابه صراحه ان انا اسيب كده يعني الستاير او الشبابيك مفتوحه شويه، وبعد كده يعني شويه كده، عشان انا قللت قوي 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 ان انا افتح عندي البلكونه والشبابيك، يعني قللت ان انا افتحهم بالنهار، علشان معظم يعني انا بحس كده ان التراب يدخل اكتر بالنهار، فبحب ان انا كده افتح بالليل شويه كده الشقه تتهوى. يمكن بحب طبعا الشمس تخش وكل حاجه، بس بالنهار بيدخل لي كميه تراب كبيره جدا، فبحب كده ان انا افتح يعني كده بالليل شويه. تعالوا بقى كده ناخد جوله كده خفيفه في الاوضه بعد ما خلصت بقى كده، اتمسحت واتفرشت واتظبطت على الاخر. لا فرقت جامد طبعا. انا هنا المخدات كنت حطاها على الناحيه التانية اللي هي ما فيهاش الحز اللي هو البنفسجي ده، لكنها اصلا كده شكل في الملايه. فكنت حاسه كده في الاول ان هو اكنهم مخدتين ومش محطوط عليهم كسوه يعني، او مش محطوط عليهم الكفرات بتاعتهم، فشقلبتهم حسيت كده شكل الملايه بصراحه او شكل المخدات يعني شكلها احلى. وكمان الكوفرته شكلها جميل كده بالبينك اللي فيها في الابيض ده، يعني انا حابه شكلها، لكن ما بحبش بصراحه ان انا افرشها كتير. حتى بعد ما يعني ما خلصت معاكم الفيديو جيت بقى خلاص علشان انام، شلتها بصراحه من على السرير، لكن انا يعني فرشتها يعني من باب التغيير، يعني لونها كده لطيف وجميل، فحبيت كده نفرشها من باب التغيير كده. خلاص الاوضه هنا خلاص اتشطبت وبقت زي الفل، فخلاص بقى كده هديت الاضاءه فيها. وتعالوا بقى كده نخرج على الطرقه كمان نعملها بالمره كده على السريع. طبعا الطرقه دي انا عايزه اقول لكم ان انا تقريبا يعني على طول بمسحها، لان هي في دخله المطبخ ودخله الحمام اللي هو موجود قدامكم ده على اليمين، ده الحمام اللي موجود في الطرقه. فعندي الطرقه يعني بحب باستمرار ان انا اكون منظفها، فانا صراحه كنت لسه مسحها فمش همسحها، انا هكتفي بس ان انا اعملها كده معاكم بالمكنسه. وبعد كده نشغل شويه بخور كده حلوين مع بعض في الراحه النفسيه اللي احنا فيها دي. وبالنسبه للمطبخ كمان انا كنت لسه كمان عاملاه معاكم في فيديو قريب، وهو يعني في البدايه اصلا بتاعت اليوم ده قبل ما ابتدي اي شغل في البيت، كنت عملت لهم الغدا وغديتهم، فكان في بقى عندي مواعين وكان عندي شويه حاجات كده محترمين في المطبخ، فشطبتهم وشطبت كل حاجه في المطبخ قبل اساسا ما ابتدي اي شغل في البيت. فاكتفيت بس كده ان انا عملت الارضيات بتاعه المطبخ او البديل السجاد المفروشه في المطبخ كده بالمكنسه. وبعد كده بقى هنا خرجت علشان اظبط كده الستاره اللي موجوده في الريسبشن، كنت كده رافعاها اللي هي بتاعه الدخله بتاعه الطرقه دي. قولوا لي بقى كده اللي نزلوا المدارس عاملين ايه في المدارس، الامهات عامله ايه، الله يعينكم. انا عندي سيف طبعا بيعتمد على نفسه، بيصحى بدري وبينزل وبيروح مدرسته، لكن زي ما قلت لكم انا هبتدي المعمعه اللي بجد يوم الاربعاء ان شاء الله. اللي هيبتدي معايا يوم الاربعاء يكتب لي انا محمد رايح 6، فانتوا بقى لو هتبتدوا كده معايا يوم الاربعاء اكتبوا لي برده في التعليقات. ولعت بقى كده البخور زي ما انتم شايفين، وهخرج بقى كده على الريسبشن، وبعد كده هدخل على اوضه احط كده فيها البخور شويه، يعني نزود كده الريحه الحلوه مرتين 3 كده. خلاص الفيديو بتاعي النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم وخدتوا كده منه جرعه نشاط وطاقه ايجابيه. استنوا ان شاء الله فيديو قريب، مش هتاخر عليكم. بحبكم جدا جدا في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه.